بدون غرور وبلا فخر. الصابون البلدي بيتعمل من سنين على اليوتيوب وبيتحول لجل، لكن عمره ما تحول لجل بالشفافية العالية دي. مش بس كده، دي شفافية أعلى من شفافية الجل التجاري نفسه اللي بيتعمل بخامات تجارية. بس ده حصل فين؟ حصل هنا في فن وتوفير. حصل امتى؟ حصل يوم ما حولنا الزيت المستعمل لصابون سحري، وبعد كده حولنا الصابون السحري لجل، وطلع معانا بفضل الله وحده شفاف بشفافية أقوى من شفافية الجل التجاري. ومن يومها واليوتيوب كله لحد النهاردة وامبارح بيعمل جل من الصابون البلدي شفاف بدرجات بقى متفاوتة، لكن الأصل وحصري كان هنا في فن وتوفير. عشان بنحب الصابون بجد، عشان مش واخدينه مجرد محتوى بيجيب مشاهدات، علشان بنحس ان الصابون ده بينظف فعلا وبيوفر، علشان واحنا بنعمله بنحس بمتعة كبيرة. علشان كده عايزين دايما نعلى بيه ونخليه خالي من اي عيوب. في الفيديو الاخير عملنا صابون شفاف ببديل اكياس الاوكسي اللي بقت مش موجودة في السوق واتسحبت، ولو رحت بتلاقي مجرد بواقي بس. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ربع كوباية مية ومعلقتين صودا، ندوبهم كويس قوي ونسيبهم يبردوا. زي ما عملنا صابون سحري باكياس الاوكسي واتسحبت من السوق زي ما قلت لك، وعملنا بعدها صابون سحري ببديل الاكياس دي اللي هو الايديتا، النهارده هنعمل صابون سحري ببديل الاتنين اكياس الباهي. نفس النتيجة وبسعر اوفر وبكمية اكبر. النهارده هنجربها في الصابون السحري وهنشوف نتيجتها مع بعض، وهنعمل اختبار بسيط وصغير قوي في اخر الفيديو. ركزي معايا عشان دايما تطلعي بنفس النتائج دي. كنا بنعمل الصابون السحري كوباية الزيت الواحدة بتاخد 60 جرام من الجل اللي هو خليط ما بين اوكسي بلاك واوكسي نسيم الشرق. النهاردة هنشتغل بالباقي، هناخد نفس الكمية 60 جرام مع معلقة بوركس وعصرة ليمونة، يعني بالكتير معلقة عصير ليمون. هنقلبهم مع بعض كويس قوي. كوباية المية اللي خدنا بيها ربعها في الأول هناخد كوباية زيت. انا النهارده بشتغل بزيت جديد عشان كده هياخد مني وقت شويه في الشغل على غير العاده. طبعا الصابون السحري بيتصبن بسرعه جدا وبيتصلب بسرعه اسرع، وبنفرغه من قوالب بتاعته في نفس اليوم. كلمتين بس عايزه اقولهم، الاوكسي وخلافه كان موجود في السوق من سنين وانتوا بتعملوا صابون بلدي، والايديتا كانت موجوده في السوق عند بتاع المنظفات اللي بتشتروا من عنده اللي بيبيع الخامات، وانتوا بتعملوا صابون بلدي. والباهي موجود من زمان قوي وانتوا برضو بتعملوا صابون بلدي. لكن كل ده هيبان وهيظهر بعد ما فن وتوفير قدمته على منصتها. والكلمتين دول انا مش بقولهم عشان اقلل من شأن اي حد، مع احترامي للجميع. انا مجرد بحفظ حق الناس اللي بتتعب وبتجتهد على محتواها وبتعشق الصابون البلدي فعلا، مش مجرد محتوى بيجيب مشاهدات، وبتتعب عليه علشان تخليه يوصل لمرحلة يكون فيها خالي من اي عيوب. نرجع للوصفة. دوبت الصودا، سبتها تبرد، حطيت مكوناتي كلها على الزيت، الصودا بردت، نزلت بيها واحده واحده وبالتدريج وبقلب. ابتدى الصابون يتقل معايا ولونه يتغير، هقلب لحد لما اوصل لاثر، لان انا كده ضفت كل المكونات الاساسيه بتاعت الصابون السحري اللي هي البوركس والجل، سواء اوكسي او سواء باهي زي ما اشتغلنا النهارده كده، او سواء عندك ايديتا وهتحطيها بودر كده في الصابون. التلاتة هيدوكي نتيجة واحدة بس مع فرق بسيط، ان الايديتا مش هيبقى فيها ريحة زي ريحة الاوكسي والباهي، هو ده الفرق بس، لكن هيكون نفس الشفافية. هنا انا بقلب هياخد مني حوالي دقيقتين بالظبط. ليه بقى؟ لان الزيت اللي استعملته النهارده زيت جديد، لكن لو انت بتشتغلي بزيت مستعمل هتاخدي دقيقه واحده بس عشان الصابون ده يتصبن معاكي. ودي الميزه اللي موجوده في الصابون السحري. الميزه التانية انه بيتماسك في خلال ربع ساعه. الميزه التالتة انك بتفرغيه من القوالب بعد ساعتين. انا هنا بوريك الصابون بعد ربع ساعه، الصابون تماسك لدرجه ان انت ممكن تقلبي القالب كده الصابون زي ما هو ثابت مكانه. طيب اقدر افرغه من القوالب؟ اقدر، لكن افضل تسيبيه شويه عشان يطلع القالب بشكله الطبيعي من غير اي تجريح خالص، وتبقي واخده صابونه شكلها منسق وتكوني راضيه عنه. فانا هسيب الصابون ده ساعتين وهرجع لكم تاني. بعد ساعتين بالظبط لو اشتغلت بنفس الطريقه وبنفس المكونات وبنفس المقادير، بعد ساعتين هتفرغي الصابون زي ما انا بفرغه كده بالظبط. لحد هنا والنتائج معانا واحده.
الصابون اتصبن بسرعة زي الشغل بأكياس الأوكسي بالظبط، وكمان تماسك معانا في نفس الوقت اللي بنعمل فيه صابون بلدي بالأكياس دي، والريحة حلوة كمان. بس الفرق طبعا بين الشغل بالأوكسي وبأكياس الباهي إن الباهي بريحة واحدة بس اللي هي ريحة اللافندر، لكن الأوكسي فيه اختيارات، عنده أوبشن، عنده 4 روايح أحلى من بعض الأربعة، والنتائج واحدة في الحالتين. الصابونة بأكياس الأوكسي بتكون أبيض من كده وفاتحة شوية عن كده، لكن اللون مدي على بينك علشان لون الجل نفسه كان موف زي ما شفتوه كده. والألوان طبعا بتفرق في النتائج، لكن الصابونة ناعمة وريحتها حلوة ومتماسكة وصلبة وكل حاجة. فاضل فرق واحد بس، المفروض لما نيجي نحول الصابونة دي لجل يكون شفاف جدا. بس ده بيحصل امتى؟ بيحصل بعد ما تصنعي الصابون وتديله شوية وقت، يعني أقل حاجة أسبوع. لكن أنا حاولت أخد كده بالمبشرة أجزاء كده من الصابونة، يعني أظبط الصابونة كده واللي طلع معايا حاجات بسيطة لأنها مظبوطة أصلا، وحولتها لجل معلقتين 3. في فرق بس عشان نتعامل في نفس اليوم، لكن بعد أسبوع هنتقابل تاني ونجرب مع بعض.